انت قد ايه صعبه مش بقى، نصيحه. متقبله مش متقبله ان انا بقول لك الحاجه اللي هي اصلا بطريقه وحشه اللي هي هتفيدك، ما ينفع ما ما ينفعش. ينفعش، لازم تتقبلي وات لازم ايفر الطريقه. تتقبلي ان انا بقول لك المساوئ فقط. ان انا مش مضطره اتقبل بني ادم اسلوبه وحش، ايوه الفاظه وحشه، طريقته قاسيه، متعود يجرح، متعود ينتقد او ناقد طول الوقت، مش بيشوف حلو، بيشوف الوحش بس. هو ايه اللي انا ما ينفعش اتقبله؟ مش لازم طول الوقت اني اتقبل من الناس كل حاجه، اتقبل الاختلاف، ايوه مش تقبل الاهانه، مش تقبل التجريح، مش تقبل ان حد ياخد حقك او اكتر يظلمك. حاجه بتخلي الشخص قدامي يتمادى ويصدق نفسه ان هو قلبه ابيض بس دبش، ان انا ما احطش حدود. مستوى معين للتقبل بيتم، مم. بعديه لا، هو انا مش مضطره الناس تتقبلني بالاسلوب ده، فانا محتاجه اغيره. عارفه الحد اللي كل ما تتكلمي قصاده في موضوع معين او حاجه يروح ماسك حاجه انت قلتيها كده مش عاجباه ويركز عليها، تيجي تقترحي مقترح او تقولي فكره يروح ماسك حاجه كده هتخلي الفكره ما تنفعش ويروح قالك عليها. الشخص ده دائما بيدعي ان مطلوب من اللي قصاده انه يتقبله في الوضع اللي هو فيه ده، وهو دايما بيشاور على الوحش وفاكر او بيسمي ده ان هو ده نقد، انه ده عين ناقده، انت زعلان منها ليه؟ فتبقى الفكره انه النقد ان انت بتشوف الحاجات الايجابيه في الحاجه، الحاجات السلبيه، نقاط القوه، نقاط الضعف، انت بتحلل فبتشوف الموضوع كله على بعض، ده النقد الحقيقي مش النقد اللي احنا بنعمله. أيوة. يبقى في فرق كبير جدا بين حد عينه ناقده وحد عينه ناقمه. الناقد هو بيحلل ويشوف كل الجوانب حلو ووحش، والناقد ما بيشوفش غير الوحش. شفتي من العيون دي؟ شفت كتير قوي. شفنا كتير منتشرين حوالينا في كل مكان. ده المشكله ان الناس دي بتتصور ان من المطلوب تقبلهم، يعني انا مطلوب مني اني اتقبل شخص هو طول الوقت ما بيشاورش غير على الوحش اللي فيا. وبتطلب مني كمان حاجه، انك شخصيه صعبه قوي ومش عارفه تتعامل معاكي، انت قد ايه صعبه بقى، مش متقبله مش متقبله ان انا بقول لك الحاجه اللي هي اصلا بطريقه وحشه اللي هي هتفيدك، ما ينفع ما ينفعش. لازم تتقبلي وات لازم تتقبلي ان انا بقول لك المساوئ فقط. انما المميزات انت عارفاها كده كده، فين ثقتنا بنفسنا، يعني لو عارفه بيجيبوها بالشكل ده ان انت لازم تبقي واثقه في نفسك بالشكل ايوه ده. لازم تكوني واثقه في نفسك، اللي هي بحس ان هي اسلوب ضغط، انت فين ثقتك بنفسك، انا بقول لك بس الحاجات اللي هي مش لذيذه يعني او المساوئ، بس انت كده كده عندك عيوب، عندك مميزات. وخدي بالك برضو الناس دي اصلا ما بيبقاش عندها اوبشن ان هي تذكر المميزات، هي بتبقى شايفاها مسلم، يعني اللي هو مسلمات كده، فما هنذكرها. بس ده لو شايفاها اصلا يعني ده حلو، يعني يا رب يكون انا اصلا اتقال لي قبل كده اللي هو ايه، يعني انت مش شرط، يعني احنا عارفين المميزات، تعالي بقى كده نشوف العيوب، نقعد بقى او نعدها كده مع بعض. ليه اصلا؟ يعني ده مش من حق اي حد اصلا انه يجي كده على غفله يقول لي عيوب. في حاجه من المهم جدا ان احنا نعرفها، يعني دايما احنا في السنوات الاخيره طلعت فكره الحدود. طب ماشي، هو احنا زي ما اتكلمنا عن التقبل، هو ايه اللي انا ما ينفعش اتقبله؟ ايه اللي انا لا لازم اقف عند هنا؟ لا معلش مش من حقك تقولي الكلمه دي، او انا ما بحبش الكلام ده. ازاي اقف الوقفه دي؟ انا اصلا مش لازم طول الوقت اني اتقبل من الناس كل حاجه، احنا بنقول تقبل الاختلاف، مش تقبل الاهانه، مش تقبل التجريح، مش تقبل ان حد ياخد حقك او يظلمك، لا، انت بتتقبل اختلاف انماط ربنا خلقها. بس ربنا ما خلقش حد مثلا لسانه طويل، لا دي ما اتخلقتش، دي اكتسبناها، ده اجتهاد شخصي من دي اكتسبناها بقى من التعاملات والبيئه المحيطه وهكذا، كل واحد واخلاقه. عشان كده سبحان الله الصحابي نفسه لما استغرب وقال النبي صلى الله عليه وسلم هو احنا هنخش النار باللي بنقوله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هو في حاجه بتدخل النار ولا تكب الناس على وجوهها في النار زي اللي بيقولوه بلسانهم؟ مش في كل كلمه طالعه بتتكتب في ملف، يا ملف حسنات يا ملف سيئات. طب ماشي، الكلمه اللي طالعه دي هتتكتب فين؟ طب ماشي بس ده لفظ عادي، ما هو لفظ عادي هيتكتب فين؟ يعني اي كلمه احنا بنعتبرها عاديه انت وانت بتقولها فكر هي تتكتب في حسناتك ولا سيئاتك، اصل ما فيش، يعني ما فيش مجلد ثالث، هم مجلدين بس، فبالتالي كل كلمه انت بتقولها مؤاخذ بيها، فما ينفعش فكره ايه اصل انا قلبي ابيض اللي في قلبي على لساني، اللي في قلبي على لساني، او ان انا مثلا طيب على فكره بصي وانا عصبيه وبقول مش عارفه بس قلبي ابيض يعني. وطيبه جدا. طب حضرتك ما هو يعني ازاي واحد قلبه ابيض وطيب يسمح لنفسه يجرح الناس؟ اصلا مش عايزه اقول لك حاجه، الحته دي اللي بتخلي اكتر حاجه بتخلي الشخص قدامي يتمادى ويصدق نفسه ان هو قلبه ابيض بس دبش، ان انا ما احطش حدود، او ان انا اسيبه، يعني اقول جوايا ايه، اكنه مثلا كان زمان بيقولوا مثلا ايه هو احرجك، اكنه احرجني، اللي هو بيقدم لي الحته اللي هي قلبي ابيض، المبرر عشان اقول لا صح ده قلبه ابيض، فاكيد يعني مش قاصد يضايقني. بس هو الفكره انه قاصد ولا مش قاصد، الفكره انه حتى لو انت مش قاصد والنيه كويسه جدا وعايز فعلا تنصحني في الاسلوب، ما انت ممكن فعلا تكون نيتك كويسه وعايز تنصحني، بس تيجي تقولي الحاجه دي باسلوب يخليني فعلا
اكرر الغلط ده تاني، زي الراجل اللي كان بيقتل وراح كذا شيخ قال له انا بقتل، فقال له انت هتخش جهنم، قتله على طول، ما فيش. فهي كده بقى خلاص. يعني في فعلا نصايح بتتقال بشكل يخلي الشخص اللي قدامنا يزيد النصيحه، انه اترفض تماما، انه خلاص بقى يعني عمل اخر حاجه ممكن تتعمل في الكون. فالفكره كلها في الاسلوب، بعيدا عن النيه، بعيدا عن انك خايف عليا وعايز مصلحتي، الاسلوب اللي انت هتقول بيه النصيحه عامل ازاي. لو اللي بحبها قوي النيه يصدقها العمل. بالظبط. يعني انت عملك هو اللي بيصدق على نيتك. انت لو فعلا طيب، ما هو يعني ايه بني ادم طيب؟ يعني ما بيحبش يأذي، ده تعريف بتاعي الطيبه، يعني ان هو بني ادم حنين على الناس وما بيحبش يأذي. طب انت ازاي حد ما بيحبش يأذي وبتقول كلام بيوجع او يجرح اللي قصادك؟ ما هو مش منطقي. مش منطقي، مش ماشي مع بعضيها. أيوة. فانت ما تصدقش نفسك ان انت طيب بس بتجرح. صدق نفسك انك نفسك تكون كويس، بتحاول. فمحتاج تتعلم ازاي تتحكم في لسانك علشان ما تجرحش وما توجعش، فتكون ما هو طيب. الفكره الشخص نفسه يفهم ده. هو لو فهم ده هيفهمه اصلا من ان احنا نحط حدود. اهميه الحدود هي حمايه، هي زي اطار كده انا بحطه للشخص اللي قدامي، انك ما تنيش، انك ما تخش في خصوصياتي، انك ما تعلقش، مش من حقك تعلق على اي حاجه لها علاقه بشكلي او جسمي او اختياراتي الشخصيه. مش من حقك تعمل ده من نفسك الا لو انا جيت بكامل ارادتي سالتك سؤال مباشره كده، ايه رايك في كذا، ايه رايك في القرار الفلاني، ايه رايك في الديفول الفلاني اللي في شكلي او في جسمي. هنا تقول لي رايك وبرده يبقى اسلوب كويس. لكن انك تيجي من نفسك كده عشان حابب تقول راي في اي حاجه من دول وباسلوب كمان مش لطيف تخليني انفر منك. ايوه، وانفر من النصيحه وازداد سوءا. يعني كمان انا مع نفسي حتى هجلد نفسي فهزداد. ما هو جلد الذات ايه غير ان انا ببقى في دايره مغلقه من ان انا وحش فهزداد وحش. خليني بالسؤال اللي توجه للشيخ بيقول له انا طريقتي في النصيحه بتخلي اللي يعمل الذنب يعمله وقلبه مستريح. الشيخ ساعتها قال له ايه؟ طب راجع نيتك، لان انت كده طريقتك في النصيحه معناها ان نيتك مش متظبطه قوي. انت كده بتنصح الناس بغضب جامد قوي مثلا فهم بينفروا قوي كده. فيبقى اذا انت غضبان كده ليه؟ راجع بقى النيه، انت بتنصح اصلا ليه؟ ممكن تكون حاسس بتعالي مثلا او حاجه. فدي واحده فعلا من الحاجات المهمه قوي. راجع جوه، لان لازم جوه يبقى شبه بره. كلنا بنحاول، ربنا يا رب يعيننا جميعا ان احنا فعلا يبقى عارفه ظاهرك زي باطنك، والجمال يبقى في الاثنين. بس في الاول وفي الاخر محتاجين نفهم انه زي ما اتكلمنا عن التقبل وقلنا ان دي واحده من اساسيات روح العلاقات، ومن الحاجات اللي لازم تتحط في العلاقات عشان يبقى العلاقات روح، في حاجات لازم تتشال من العلاقات عشان العلاقات يبقى ليها روح. فمن ضمن الحاجات ان انا مش مضطره اتقبل بني ادم اسلوب وحش، الفاظ وحشه، طريقته قاسيه، متعود يجرح، متعود ينتقد او ناقد طول الوقت، مش بيشوف حلو، بيشوف الوحش بس. مش مضطر ان انا ابقى عايش مع بني ادم طول الوقت هو مش شايف فيا غير الوحش، ومش شايف غير ان هو العيوب او الاخطاء او الذنوب اللي انا بعملها بيفوكس او بيركز عليها. فدي حاجه من الحاجات المهمه جدا اللي محتاجين ان احنا نفهم ان هي لو اتشالت من العلاقات هيبقى فيها روح قوي. لو اتحطت في العلاقات قطعت نفس، خلاص ما فيهاش روح اصلا، وهدى وبهدى. وزي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت فكره الرفض. ما هو انت لما فعلا اللوم الكتير والنقد الكتير بيحسس الطرف الثاني بالرفض تماما، بيحسسه بالرفض من المجتمع كله هو نفسه. مش بس من الشخص، هو بيبقى حاسس، هو شايف نفسه بعين مجتمع اصلا كمان يعني. فبالتالي فعلا واحده من اهم الحاجات اللي لازم تتشال من العلاقات عشان يبقى ليها روح فكره انه محتاج افهم ان لو انا فيا حاجه مش كل الحاجات يتم تقبلها، في مستوى معين للتقبل بيتم، بعديه لا، هو انا مش مضطره الناس تتقبلني بالاسلوب ده، فانا محتاجه اغيره. بوعد ما بوفيش، عندي الفاظ، عندي طريقه، عندي اسلوب، مواعيدي ممكن تكون مش مظبوطه، مش مضطره الناس ان هي تتحمل كل ده مني وتتقبلني. محتاج ان انا ابقى عارف ايه اللي ليا وايه اللي عليا، ومحدد حدودي كويس جدا، وفاهم انه في ليفل معين للتقبل عنده يوقف التقبل ويتم بقى طلب الحقوق او غيرها.